المكان اللي احترنا فيه، تعالوا احكموا معانا. يلا نجرب الكاسدية. كاسدية وانت تقول لي لا. حلوة جدا. تسمع كلامي بعد كده. الناس اللي بتحب المكرونة البشاميل هتنبسط منها جدا. تعال نجرب الفايته. خضار متحمر تحفة. ناقص التتبيلة حاجة بسيطة. يا نهار مولتن. اهلا بكم في دهب. اهلا بيكم في خروجه جديده من تستاهل. احنا طلبنا كذا ايتم من المنيو، ما تيجوا نفرجكم على المكان على ملاك. يلا بينا. المكان اوت دور شبابي جدا، والفيو الممشى السياحي، فقعده رايقه خصوصا الصبح والمكان مش زحمه. المكان اندور عائلي بامتياز، من اول الديكور والهدوء لكراسي الاطفال. وفي حاجه بالنسبه لنا اول مره نشوفها، ان الكيدز اريا اندور، والصراحه ميزه هايله جدا اننا ما نضطرش نجري ورا الاطفال، واننا ممكن نسيبهم يلعبوا قدامنا من غير ما نقلق عليهم كل شويه. فقولوا لنا شايفينها فكره حلوه ولا؟ بس خلونا في اهم حاجه في الخروج، الاكل. تعالوا احكي لكم. بدأنا بالتشيكن كاسادية ب 75 جنيه، وبينزل معاها ساور كريم وصوص زي الدقوس، مليانة جبنة وطعمها حلو قوي قوي، بالذات مع الدقوس خلى طعمها في حتة تانية، هتعجب أي حد، بالذات إن حجمها كبير ومشبع جدا. بعد كده التشيكن فاهيتا ب 130 جنيه، الخضار حلو قوي وده بيبقى أحلى حاجة في أي فاهيتا. الفراخ ناشفة شوية ونزلت قطعة واحدة مش متقطعة بس مش وحشة. آخر حاجة وحش القعدة، المكرونة بشاميل ب 85 جنيه، معلقة واحدة سافرنا بعدها، تقيلة قوي 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 بس حلوة، معمولة حلو وطعمها جامد جدا، بس يعني اللي يخلص الطبق ده ربنا معاه. بعد المكرونة بشاميل دي كان لازم نحلي، طلبنا مولتن كيك ب 55 جنيه، جامدة والشوكولاتة سايحة مع الايس كريم، حلو قوي الصراحة. وموكا ب 50 جنيه من الاخر، طعم القهوة والشوكولاتة باين وبسطني جدا. اخر حاجه جربنا موهيتو كلاسيك ب 50 جنيه، مش مبهر بس ده اللي فعلا يساعد بعد الاكل ده. المكان رغم ان الجو العائلي هو اللي بيضغى عليه، بس الاكل والسعر يعجب اي حد، خروجه تستاهل.